نتمنى تكونوا هانين ومزيانين ان شاء الله. القصص ديال اليوم حقيقيه وتيعاودوهم الناس بلسانهم، وداكشي اللي قالوه تنقولوا لكم بالحرف بالحرف. وقبل ما ندخلوا لهاد القصص هادو وتكتب تضرب هذيك اللايك اللي تما كاين، وتخلي لينا تعليق، وتبارطاجي هاد الفيديو مع صحابك باش نكبروا الباج، حيت الباج راه التفاعل فيها ناقص بزاف الاصدقاء. المهم ندخلوا للفيديو. فاش كنت في عمري 20 عام كنت كل صيف كنمشي عند عمي لواحد البلاصه بحال الغابه، فيها الويدان وفيها الطبيعه والجبال، بلاصه اللي واعره بزاف. وكنت كنستمتع ديال بصح. كندير شي 6 سوايع ديال الطريق، كنمشي لتما وكندوز العطله ديال الصيف وكنجيب حالاتي. وكنت كنتلاقى حتى مع اولاد عمي شي اصدقاء قدام، كنتلاقى معاهم تما وكان تيدوز الوقت زوين. الحاجه الوحيده اللي ما كنتش كنحملها هي ديك 6 سوايع ديال الطريق باش توصل لتما. انت غتبان لك شي حاجه اللي عاديه، ولكن راه منك تكون انت اللي صايق راه غتحس بها ثقيله. ما علينا، خاصتي غتبدا نهار بغيت نمشي عند عمي. مؤخرا كنت مولف كنمشي ديما في الصباح، ولكن هاد المره كنت معطل في الخدمه وما ساليت حتى الليل. كنت عارف باللي غنوصل حتى للصباح ديال النهار الاخر. صراحه ما كنتش مرتاح وما عجبنيش الحال نمشي بالليل. المهم شديت لوطوروت، كانت الطريق عاديه ما كاين حتى مشكله وكلشي زوين. اصلا حتى في الصباح كتكون ديك الطريق خاويه وما فيها لا كسيد لا حتى حاجه، يعني بالليل خلاص راه غتكون صفاره كتسفر ما كاين حتى واحد. المهم ديك الطريق كانت كلها غابات وعامره بالشجر، لدرجه داك الشجر قوة ما كبير خارج للشانطي. وتيقوني الا قلت لكم باللي عمري ما وقفت في هاد الطريق، كنمشي نيشان ما كنوقفش حتى لهاد المره. وصلت نص الطريق عاد رديت البال ليسانس سالم. تعصبت بزاف حيت طونوبيلتي ديما فيها ليسانس بلان، ولكن سبابي البرهوج ديال خويا كنخلي عنده طونوبيلتي وتيقول لي راه غندير فيها ليسانس. وعولت عليه، غيكون يكذب عليا ينسى ما داروش، ويمكن عند بالي انا راه مداير البلان ديال ليسانس، ولكن حتى طلعت لي الشرطه حمراء باللي راه سالا ليسانس. المهم بقيت كنشوف في البلايك ديال الطريق واش غتبان ليا شي بلاكه ديال ستاسيون ولا لا. هذيك الطريق اللي كنت فيها كانوا قلال ستاسيونات وما كانوش مصلوحين ومقادين مزيان، كانوا ستاسيونات ديال ديك الطريق مازالين قدام. ولكن في هذيك اللحظه اللي فيها انا قلت باللي غنوقف في اول ستاسيون لقيتو كيف ما كان في طريقي، حيت ما عنديش بديل. دازو دقايق اللي قليله حتى ضربت على واحد اللافته اللي كانت صغيره موقفينها غير بحجره ومكتوب عليها محطه الوقود. كانت في شكال ديك البلاكه، ولكن ما فكرتش بزاف، كان خاصني ضروري ليسانس ولا غنحصل تما. وانا نتبع الطريق ديال ديك المحطه بقيت غادي، ولكن ما بان ليا والو، لا ضواو لا حتى شي علامه تبين لك بانك راك في طريق ستاسيون. بقيت غادي مده طويله وانا غادي، لدرجه لقيت راسي دخلت في واحد الطريق كانت مسخه والزبل وكان غير التراب، وكاينه وسط الغابه والظلام بزاف، ما كاين لا ضو لا حتى شي حاجه. هاد البلاصه منسيه وداير بيها الشجر بزاف. بقوه الظلام اضطريت نشعل الفار ديال الضو تاع الطونوبيل باش نقدر نشوف مزيان. من بعد واحد المده ديال الطريق وانا نوصل لواحد المبنى داير بحال شي ستاسيون، ولكن بان ليا بحال مهجور مده طويله حيت كان فيه التراب بزاف والبني قديم ومسخ، وكان بزاف ديال الزبل تما. الشراجم ديال داك البني كانوا مهرسين والسقف ديالو تيبان بحال غريب، تقول هاد البلاصه مهجوره 100 عام.
ما كاين لا ليسانس لا والو هنا يضرب طريق هكاك، وهي تسكت لي الطونوبيل ويسالي ليسانس كاع نشفات ما بقات حتى قطره، وما غنقدرش نحيد من هنا دابا، ما كان عندي حتى شي حل. وانا نعيط للشركه ديال ليسانس وطلبتهم باش يصيفطوا لي شي واحد يدير لي البلان طونوبيلتي، حيت حصلت هنايا في هاد الليل. وفعلا عطيتهم لادريس فين كاين انا، ما كان عندي حتى شي حل نديرو من غير نبقى بارك في الطونوبيل ونتسنى. وداكشي اللي درت. دازت نص ساعه حتى عيني بدات كتولف هذاك الظلام اللي تما، وبقيت كنشوف في هذيك المحطه المهجوره من الطونوبيل. ما عرفتش واش عيني كذبت عليا ولا شنو، ولكن راه تنقسم لكم بالله باللي كنت كنشوف حركه لداخل ديال داك المبنى. تخربقت في الاول، خصوصا ملي عرفت باللي ما عندي كي ندير نحيد من هنا الا كان شي نوع ديال شي تهديد ولا شي حاجه. وبقيت كنشوف عاوتاني في هذاك المبنى وباغي نتاكد واش بصح داكشي اللي شفت ولا غير كيجيب لي الله. واحد شويه سمعت صوت جاي من بعيد وكيهضر غير بشويه وتيقول له صاحبي اجي هنا اجي. هبط الدجاجه ديال الطونوبيل غير شويه باش نسمع مزيان، وفعلا من هبط الدجاجه عرفت الصوت منين جاي، وبقيت كنشوف غير في هذيك البلاصه اللي جاي منها الصوت، حتى كيبان لي واحد واقف في اليسار ديال المبنى. ناري ما تيقتش راسي في هذيك اللحظه، جمدت وقلبي بدا كيضرب في 90 لدرجه كنسمع دقات قلبي في ودنيا. شويه داك المخلوق اللي ما عرفتو بشر ولا شنو هو تما جاي جهه طونوبيلتي، وهو جاي وانا غنموت بالخلع. جمدت وحسيت باللي ما غنقدر ندير والو، بقى جاي حتى وصل للجاجه ديال الطونوبيل اللي كانت في الجنب ديالي، ويقول لي واش كتقلب على ليسانس؟ ديك الساعه قدرت نشوف داك الراجل كان لابس حوايج ديال الشتا ولابس كلشي كحل، ولكن عينيه كانوا تيبريو. قال لي راه عندي ليسانس لداخل غنعطيه لك فابور غير اجي معايا. كان خاصني غير نخرج من الطونوبيل ونتبعو، ولكن دازو الثواني وانا نقول ليه لا بلاتي كيفاش غنخرج انا من الطونوبيل وغنمشي لمبنى مهجور مع هذا الراجل؟ راه باليا ماشي طبيعي، وماشي طبيعي تخرج في هاد اللحظه هاد. المهم بقى كيشوف فيا وتيضحك، بقات عينيه في عينيا ما حيدهمش، بقى مكوانسي وكيشوف فيا وكيبتسم. ما بقيتش جاوبتو ولا هضرت معاه، حتى لواحد اللحظه سمعت واحد الصوت اللي هو اكثر حاجه فرحت ليها في حياتي، اللي هو الصوت ديال الطونوبيل ديال الشركه تاع ليسانس. وصلوا لعندي داك الراجل ما سمع الطونوبيل الجايه والضوء ديالها بدا تيضرب، هو يرجع لداك المبنى بواحد السرعه اللي ما تقولش ديال البشر، ودخل وسط داك الظلام اللي تما. هذه اخطر شي حاجه اللي شفتها في حياتي كامله. ملي دورت عيني لواحد البلاصه لقيت 8 ديال المخلوقات كيشبهوا ليه وكانوا مخبين ورا واحد الشجره، وتا هما مشاو في ديك اللحظه مدردكين وسط الظلام ديال الغابه. وصل عندي داك الراجل بالطونوبيل ويهبط الشرجم وقال لي واش انت اللي عيطتي باغي ليسانس؟ قلت لي انا. وسولني شكون هما هادو اللي تما وغاديين مدردكين تما، ولا نعاود ليه البلان كامل. ملي قلت ليه البلان هو يتخلع وعيط على البوليس ديال ديك المنطقه. صافي درت ليسانس ديالي كلشي ناضي وانا نكمل طريقي. غد لي عيط ليا واحد الكوميسير وقال لي باللي راه حتى واحد ما كاين في هذيك البلاصه، ودرنا واحد البحث اللي كبير وكانوا اعضاء بزاف وما لقاو حتى واحد. حاجه واحده اللي طاحت لي في بالي هي باللي داك الراجل اللي وقف عليا كان باغي يطيحني في شي فخ ولا شي حاجه، ولكن راه وسط داك الظلام وفي هذيك الغابه وديك المنطقه وبالضبط في داك المبنى المهجور راه ما يمكنش يكون بشر. ما عرفتش ما نقول، تخلطوا عليا الافكار. وصفها كيف ما بغيتي وسميه كيما حبيتي. حمد الله اللي جا داك السيد مول ليسانس، هذيك هي اللي عتقتني من داك الموقف، حيت ما كنتش عارف شنو طاري وشنو غيوقع ليا.
وقع هادشي شي 4 سنين دابا. كنت كنقرا في لافاك ودوزت شي ايام ديال الامتحانات اللي خلاوني نستريسا بزاف وعييت. في الاخر قررت من بعد واحد النهار كان خاوي نخرج لراسي بالطوموبيل ونمشي لشي بلايص ديال الطبيعه وندوز النهار تما، وفي الليل راه غنجيب حالاتي للدار. انا بطبعي واحد الشخص اللي كتعجبني الطبيعه بزاف، البلاصه اللي ما تيكونش فيها البشر تنموت عليها. المهم تحركت مع ديك 9 ديال الليل، ما بغيتش نمشي لشي اوطيل ولا شي لعيبه، قلت صافي غنمشي مع 9 وغنوصل في الصباح وندوز نهاري ونستافد من الوقت ديال داك النهار لاقصى درجه، حيت كان عندي غير داك النهار اللي خاوي بغيت نستافد من اي دقيقه دازت منه. هذيك كانت الرحله زوينه، كانت طريق عاديه والاجواء ناضيه، ولكن في الروتور اللي كانت قصه اخرى. فاش كنت راجع كانت 10 ديال الليل، كانت عندي واحد المده ديال 4 سوايع ونص باش نقدر نوصل للدار. واحد اللحظه حسيت براسي عييت بزاف وترهقت لدرجه ولا السوقان صعيب بالنسبه ليا، ما قدرتش نسوق مازال بقوه العيا. بنت لي واحد المحطه في طريقي، قلت مع راسي غنبلاصي في هاد الباركينغ وغنعس واحد الساعه ديال المكانه باش نقدر نولي شويه ونكمل طريقي للدار. وكنت عارف بلي غنوصل معطل مع العيا ومع ديك الوقفه اللي كندير كل مره باش نرتاح شويه. ما علينا، مني وصلت لديك المحطه كانت خاويه وحتى شي طوموبيل ما واقفه تما، كل ما كانوش واحد البطوات شاعلين بالضوء تما كون قلت راه هاد البلاصه مهجوره ولا ما بقاوش خدامين فيها. مني شفت الضوء قلت لا راه صافي، راه غير مع الليل نورمال تكون القضيه خاويه هنا. مشيت بلاصيت سرحت الكوسين ديال الطوموبيل وانا ندير الالارم، من هنا لساعه ديال المكانه تفيقني. المهم قبل ما نعس حسيت براسي باللي كان خاصني ضروري ندخل الطواليط. والو، كان واحد المبنى اللي كبير شويه وانا تما غادي وسطو كنقلب على الطواليطات. هذيك ويبان لي واحد الباب فيه تصويره ديال الطواليط. ملي كتحل داك الباب كيكونوا بزاف ديال الطواليطات حدا بعضياتهم قدام بعضياتهم، واحد تيشوف واحد. هذيك دخلت انا سد الباب دخلت الطواليط، ما كاملاش 30 ثانيه سمعت شي واحد كيهضر برا الطواليط. يعني قبل ما ادخل الطواليط كنسمع الصوت برا، صدمت بزاف حيت ما سمعتش الباب تحل وطوموبيلتي هي الوحيده اللي واقفه تما. وعاد دقيقه دابا باش بلاصيت، بقيت كنتسائل بزاف حتى قفزت بالصوت ديال الباب ديال الطواليط مع شكون اللي دخل ليه وسد الباب. المهم قلت مع راسي راه يمكن غير شي واحد عادي جا بغى يدخل الطواليط غير مع العيا ما لاحظتهاش وصافي. يلا بغيت نخرج بحالي وانا نسمع دقات خفاف في الباب ديال الطواليط فين كاين انا، وانا نقول ليه صاحبي راه كاين انا في الطواليط، وما سمعت حتى اجابه، كان غير السقيل. بديت كنتخربق في ديك الساعه، قررت نبقى لداخل حتى يمشي بحالاته. واحد اللحظه على غفله شفت في الباب ويتبان لي عين كتشوف فيا من الشق ديال الباب. مع جات عيني في عينيه بدا داك خونا كيضرب راسو مع الباب وكيغوت. ريسبيريت مزيان ووجدت لاي حاجه، حليت الباب بالزربه وكنت باغي نضرب هداك اللي تما. ما حليت الباب ما بان لي حتى واحد، استغليت الفرصه وانا نهرب باقصى سرعه لبرا الطواليط ونمشي للطوموبيلتي نحيد من هنا. تميت غادي معلق، وصلت النص ديال الطريق سمعت واحد الباب تخبط بالجهد وعرفت بلي هذاك خينا تابعني وما بغيتش نتلفت ونتصدم. بقيت مدردك في الاخر وصلت للطوموبيلتي. يلا طلعت بغيت نديماري ويتخبط هذاك خونا مع الطوموبيل بالجهد من اللور باق. ديماريت وانا نشوف في المرايه اللي كتبين اللور ويبان ليا واحد خونا ناض عادي بحال ما تخبط ما والو، انا ما طرالي والو، ناض عادي جدا. صافي وانا نعفط حيدت من تميت غادي في الطريق ومصدوم، ما قدرتش نلقى شي تفسير لهادشي اللي وقع.
كنت ديما كنسمع قصص بحال هادشي، ولكن عمرني توقعت غيوقع ليا تاني هادشي. بقيت غادي ملصق 140 في الطوموبيل ما نقصتش، وما بقى فيا لا عيا لا نعاس لا والو، الادرينالين والخلعه وقداتني. بقيت كنسول راسي واش هذاك بشار ما لاقيش فين ينعس، ومنين جا واش كيدير تما. ولكن الطريقه باش كان كيشوف فيا في الطواليط، والطريقه باش كان جاي مدردك تابعني وتخبط بالطوموبيل وناض عادي بحال الا ما طرا عليه والو، انا ما فهمت حتى حاجه. مبقيتش عارف واش بشار ولا شي مخلوق واحد اخر. وقررت من تما عمرني نوقف في شي بلاصه باش ننعس. صافي جاتني فوبيا من نيطراليات البلان.